قبل ما نبتدي إن شاء الله، أنا أفضل طريقة بحبها في الشرح اللي أنا أتكلم بالبلدي أكننا قاعدين كده مع بعض في الصالة وبنتكلم مع بعض. طب ليه؟ علشان الطريقة تكون متناسبة مع الجميع. أصلا أنا معظم الحاجات اللي أنا بشرحها، سواء بقى حاجات فور فري أو حاجات مدفوعة أيا كان، يعني معظم الحاجات اللي انا بشرحها يتناسب مع اللي في اولى كليه، واللي في تانية كليه، واللي في ثالثه كليه، واللي في رابعه، واللي في خمسه، واللي في ماجستير، واللي في دكتوراه. صح ولا مش صح؟ واللي في ابحاث ترقيه، واللي عنده ابحاث في الكليه. يتناسب مع جميع الفئات، واللي بيدرس عربي، واللي بيدرس انجليش. صح ولا مش صح؟ فالطريقه دي تتناسب مع الجميع، وفي نفس الوقت ايه اللي بيحصل؟ زي ما احنا اتفقنا بنتعمق، ما بنحسش ان احنا بنذاكر، لا احنا الموضوع خفيف ودمه لذيذ. المهم، تعالوا نتكلم مع بعض شويه كده. خليكم معايا على الشاشه قدامكم اهيت، ما فيهاش اي حاجه. انت بتعمل ايه؟ اول حاجه احنا النهارده هنبدا نشرحها هي الوورد. المفروض الفيديو دوت اصلا اساسه للباحثين، باحثين الماجستير، باحثين الدكتوراه، وهكذا، او للطلبه اللي هم في الكليه اللي بيبقوا عايزين يعملوا ابحاث. اي حد يعني عايز يعمل بحث، اي حد بيعمل ماجستير، اي حد بيعمل دكتوراه، صح؟ فبيحتاج برنامج الوورد. طب جميل قوي. طب هل كده بس؟ لا طبعا. ما هو انت اي شركه، اي مؤسسه، البرامج من ضمن البرامج المهمه الوورد. عشان كده بقول لك اللي انا بشرحه متناسب مع الجميع، بس الفيديو اساسه للباحثين. تمام؟ هو متناسب مع الجميع بس اساسه لمين؟ للباحثين. طب تعالوا نتوكل على الله. هنتكلم عن ايه النهارده؟ مش هنتكلم عن حاجات متعمقه خالص، احنا هنتكلم عن حاجات بسيطه جدا جدا جدا، وهي الوورد. تمام؟ نبدا نشتغل كده ونتكلم ونفهم يعني ايه وورد، ونفهم الدنيا رايحه فين وجايه منين. الشاشه قدامك اهي. انا هعمل ايه؟ ولا اي حاجه. الماوس قدامك اهو. هتك كليك يمين. طب لو ما عندكش الماوس وعندك اللابتوب قدامك، فبتتك بصباعك الاثنين، اتنين صباعين بتتك بيهم على ايه؟ على التاتش اللي قدامك اللي هو بيبقى مطرح الماوس. المهم، فبتتك كليك يمين، فهيظهر لك القايمه دي. فهتيجي على نيو. شايف نيو ديت؟ ايوه، الله يفتح عليك. حاجات بدائيه خالص، حاجات يعني ما نتكلمش فيها، بس معلش علشان الناس اللي ما كانش عندها لابتوب، ما كانش عندها مثلا كمبيوتر، ما كانش عندها، بنقابل ناس كده كتير، فمعلش يعني الكلام ده كده كده ما بياخدش مننا 5 دقائق، فنقوله سريعا واحنا ماشيين. تمام؟ ونبدا نتعمق سنه سنه. انا قلت ان الفيديوهات هتكون متناسبه مع جميع المستويات، من الزيرو خالص لحد البروفيشنال. الفيديوهات متناسبه مع الجميع. طب جميل قوي. هنبدا. اتكينا خلاص كليك يمين بالماوس وجينا على نيو. هنلاقي بقى ايه؟ هنلاقي البرامج اللي احنا بنحتاجها اهي ظهرت لك اهي. من ضمنهم الوورد اهو، الوورد والاكسس والباوربوينت والاكسل. احنا دلوقتي محتاجين ايه؟ محتاجين الوورد. طب جميل قوي. نتكلم بقى. تعالوا نفتح الوورد الاول كده. شفت اول ما اتكيت على الوورد ظهر لي على الشاشه اهو علامه الوورد اهو. هتك طبعا عليه تكتين وهيفتح لي برنامج الوورد. بس انا دلوقتي عايز اقول لكم حاجه، لان في ناس عندها اللابتوب بتاعها لما بتيجي تتك كليك يمين وتتك نيو، تمام، ما يعني مش بيظهر لها القايمه دي علشان تتك تاخد وورد. تعمل ايه؟ هو في كذا طريقه، فبيبقى على حسب الويندوز بتاعك. يعني الويندوز بتاعك ساعات ما بيكونش، يعني ممكن انت اللي تكون منزله، انت اللي تكون محدثه، انت اللي تكون كده، فالويندوز بتاعك ما بيكونش عليه. تاني حاجه، من ضمن الحاجات برضو اللي انت، سواء انت طالب كليه او ماجستير او دكتوراه، ايه الميزه اللي معانا يا جماعه؟ ميزه جميله جدا 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 جدا، وهي الجيميل بتاع الجامعه. لا لا، ركزوا معايا. جيميل الجامعه ماله ده؟ تقدر تنزل بيه النسخه الاصليه بتاعت الوورد والاكسل والباوربوينت وكل البرامج ديت فور فري مجاني. طب الطريقه ازاي اعمل كل الكلام دوت؟ ازاي؟ هقول لك بس بعدين، مش دلوقتي. خلينا دلوقتي بس ايه في الحاجات البسيطه دي. تمام؟ بس خليكم بس انتوا فاكرين عشان لسه هشرحها بعدين. ازاي اكتب او اخلي الجيميل. تعالوا بقى نتكلم بطريقه بسيطه.
نخلي الجيميل بتاع الجامعه بتاعتنا او بتاعنا نستفيد منه. هقول لكم ازاي بعدين، بس دلوقتي خلينا ايه في الحته البسيطه اللي احنا قلنا عليها. هتتك كليك يمين وهتدخل على نيو وهتدخل على الوورد، هتلاقي الايقونه بتاعت الوورد ظهرت لك. طب جميل. التك بقى ايه؟ تكتين على الوورد، هتك تكتين بالماوس على الوورد علشان يفتح. فتح لي الوورد بكل بساطه قدام اهو. هو ده الوورد؟ اه يا عم هو ده الوورد. بنستخدمه في ايه؟ يعني حد يقول لي كده، اعتبروني اللي انا بسالكم دلوقتي، ها حد يجاوب عليا كده. بنستخدم الوورد في ايه؟ جاوب نفسك. ايوه ايوه، شغل دماغك. ها بنستخدم الوورد في ايه؟ ايوه جدع، الله ينور عليك، الله ينور عليك. بنستخدمه فعلا في الابحاث، اللي احنا بنستخدمه مثلا في لو حد مثلا بيدي دروس او بيعمل كتب، فبيعمل الكتب والحاجات بتاعته على الوورد. صح ولا مش صح؟ عايز اعمل مذكره بعملها على الوورد. عايز اعمل رساله ماجستير بعملها على الوورد. ما هو رساله الماجستير مش عامله زي الكتاب والمذكره يا جماعه، فانا لما باجي اكتبها بكتبها على الوورد، صح؟ وهكذا برضو رساله الدكتوراه، لما باجي اكتبها بكتبها على الوورد عشان اصلح فيها، اغير فيها، اكتب السطر الاولاني امسح السطر الثاني وهكذا. فانا ليه استخدامات كتير. يعني بصوا الوورد ليه استخدامات كتير، ممكن اطلع لك منه شهادات. عارفين الشهادات اللي انتوا كنتوا بتاخدوها، شهادات التكريم في الجامعه او يا عم في الدروس اللي انتوا كنتوا بتاخدوها في الدروس، شهاده التفوق بتاعت سنه تانية وسنه ثالثه وما اعرفش إيه، بتعمل برضك على الوورد. في حاجات كتير قوي للوورد. يعني الوورد مش يعني مش من الحاجات البسيطه، هو حاجات جميله جدا، بس اللي يعرف يستخدمه. هو طبعا سهل ما فيهوش اي حاجه، بس ليه استخدامات كتير جدا جدا جدا، فتعالوا نتكلم فيه. تعالوا بس الاول كده قبل ما ابدا اشرح الوورد، احنا اتكلمنا النهارده في اساسيات. هفهمكم نقطتين ممكن يكونوا ملخبطين بعض الناس. ايه هم؟ ركزوا بقى معايا بكل بساطه، مفيش اي صعوبه. احنا عندنا حاجه جميله جدا 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 في الكورسات اللي انت بتنزل تاخدها. ايه هي الكورسات بقى؟ انا عايز اخد مثلا، جه في دماغي اللي انا لا، انا مش عايز اذاكر من اليوتيوب، انا مش عايز اذاكر من انا عايز انزل واتمرن واروح مركز او مكان. ايه الكورسات اللي متوفره قدامي؟ وركزوا معايا جدا في الكلام اللي انا بقوله لكم ده، ركزوا معايا عشان هتكلم في نقط مهمه جدا. بس انا ببدا بايه؟ ببدا بالبديهيات، بعد كده هتعمق ان شاء الله. احنا عندنا بكل بساطه اول حاجه كورس الاي سي دي ال. كورس الايه؟ كورس الاي سي دي ال. جميل، طبعا ده احنا كلنا عارفينه. مش احنا كلنا عارفينه؟ كلنا عارفين كورس الاي سي دي ال مشهور قوي. طب اخده ولا ما اخدوش؟ لا يا حضرتك، ما تاخدش كورس الاي سي دي ال. ليه ما اخدش كورس الاي سي دي ال؟ استنى اما اكتبه لك. كورس اي سي دي ال. ليه ما اخدش كورس الاي سي دي ال؟ اولا الشهاده بتاعته مش مطلوبه منك ولا في ماجستير ولا في دكتوراه، ولا مطلوبه منك في شركات، ولا مطلوبه منك في مؤسسات. ما عادش زي الاول. يعني الاي سي دي ال اقول لك كان بيطلب في الاول في الماجستير، وانت داخل الماجستير كده يقول لك بس ستوب. ستوب ايه يا عم؟ ستوب ايه؟ فهمني. الستوب اللي هو انت لازم تاخد اي سي دي ال علشان وانت داخل الماجستير والدكتوراه. مش هينفع تدخل الماجستير والدكتوراه او تاخد الشهاده بتاعت الماجستير والدكتوراه من غير ما تاخد اي سي دي ال. الكلام ده ما عادش موجود، ده كان موجود قبل كده. برضو الشركات والمؤسسات كانت تقول لك الشهاده معتمده بختم ما اعرفش ايه، من مركز ما اعرفش. كل الكلام ده يا جماعه دلوقتي في الفاضي. انت اتعلم ازاي تتاسس بجد. الشركات حتى كمان بتطلب منك الاساسيات بس. ايه الشهاده بتاعت الكليه، ايه الشهاده بتاعت الجيش، ايه الشهاده ما اعرفش ايه. تمام كده؟ حلو كده يا عم. الله ينور. يبقى الاي سي دي ال دوت اصلا في ايه؟ في اكسل، وورد، اكسس، البرامج اللي احنا عمالين نتكلم فيها دي. اتفقنا؟ اتفقنا. عندك كورس تاني اسمه اي سي 3. نفس الفكره، نفس الفكره، عشان برضو ما نقعدش نتكلم كتير، ولكن بيبقى متعلق شويه بالانترنت. بس طبعا في الوورد هتلاقيه موجود فيه برضه. تمام؟ فده من ضمن الكورسات المنتشره، سيبك منه برضه، الشهادات بتاعته ولا هتطلب ولا اي حاجه. عندك ايه تاني؟ عندك كورس اسمه اي سي دي ال. اي سي دي ال ايه؟ ما احنا لسه قايلين اي سي دي ال. لا، ما هو دوت تيتشر اللي هو للمدرسين، بيزود لك برنامجين على الاي سي دي ال.
فبدل ما تاخد اكسل وورد باوربوينت بس وما اعرفش ايه وكده، لا يزود لك كمان برنامجين بيفيدوا المدرسين. طب اخده ولا لا؟ لا، كبر دماغك منه. قال لا، هو انت عمال تقول لي كبر دماغك كبر دماغك كبر دماغك؟ ايوه، ركز معايا بس. انا عايزك تفهم السوق موجود في ايه، عايزك تفهم. مش انا قلت لك بنحب نتعمق، ناخد من البدائيات او بالاساسيات ونبدا بقى نتعمق مع بعض. اتفقنا؟ طب جميل قوي. عندك ايه تاني؟ عندك كورس الموس. تمام. نفس برضو فكره الاي سي دي ال، كورس اللي هو الوورد والاكسس والاكسل والكلام ده كله، بس متعمق شويه. يعني كورس الموس متعمق شويه. يعني مثلا لو هشرح برنامج الاكسل في الاي سي دي ال، هشرح لك مثلا داله صم مثلا اللي هي تجمع الارقام، وما اعرفش داله ما اعرفش ايه، وداله اف، وداله كذا وداله كذا. هاجي في الموس اتعمق لك شويه، اقول لك لا اعمل لي قوائم، اعمل لي ما اعرفش ايه، اعمل لي كذا، اعمل لي كذا. تمام. طب جميل قوي. اخده بدل متعمق كده؟ لا، سيبك منه بقى. قال لا لا لا، انت عمال تقول لي سيبك منه سيبك منه، امال انا اخد ايه؟ اقول لك دلوقتي. ادخل في النقطه اللي بعدها. عندك بقى حاجه تانية اسمها ايه بقى؟ صلى على النبي. لا 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 لا, لا، ما تكسلش، صلى على النبي. لا لا، بالله عليك. ايوه بالله عليك، صلى على النبي، ما حدش يكسل يصلي على النبي. جميل. عندك كورس جميل قوي اسمه التحول الرقمي. طبعا كده كده يعني انتوا كل الكلام دوت يعني ايه، زي ما اتفقنا هو اساسيات. يعني انا بتكلم دلوقتي في اساسيات بس. احنا اتفقنا علشان اللي ما كانش معاه لابتوب، اللي ذاكر الحاجات ديت ايام زمان ونسي، اللي ما اعرفش ايه عايز يفهم اكتر، كان فاهم نقطة معينة ويصححها وهكذا، نفهم. تمام. متناسب مع جميع الفئات. ماله التحول الرقمي دوت؟ التحول الرقمي دوت بقى الشهاده بتاعته مطلوبه من حضرتك في الماجستير والدكتوراه. والله ايوه. طبعا الكلام ده ممكن في ناس عارفاه وفي ناس مش عارفاه. يبقى انا الاي سي دي ال كان شهادته قبل كده بتطلب في الماجستير والدكتوراه، انما دلوقتي مين اللي بيطلب في كل الجامعات؟ يعني مش بقول لك جامعه وجامعه، كل الجامعات، القاهره، المنصوره، اسكندريه، اللي كل الجامعات تيجي تقدم كده ماجستير، يقول لك انا عايز ايه؟ شهاده التحول الرقمي. تيجي تقدم دكتوراه يقول لك انا عايز شهاده التحول الرقمي. وفي بعض الجامعات يعني مثلا مش لازم وانت بتقدم، يعني ممكن تستنى لحد اخر الماجستير كده وتقول لك انا محتاجه شهاده التحول الرقمي. فاهم حاجه؟ المهم اللي هي هتطلب منك سواء بقى في الاول او في الاخر، هتطلب منك هتطلب منك. فانت لازم تاخد كورس التحول الرقمي علشان اصلا الشهاده بتاعته اللي يحصل تقدمها في الماجستير، وتاخده مره كمان علشان تقدمها في الدكتوراه. هتقول لي ليه ما اخده مره كمان؟ ما هو كده كده الشهاده معايا. هقول لك ما هو مش زي الكورسات التانيه. الشهاده ديت بتاعت التحول الرقمي متجدده، سنتين مده صلاحيتها بتخلص. فاهمين الفكره معايا؟ وبعد كده ايه، تضطر بقى وانت بتعمل الدكتوراه تاخدها تاني. فاهمين الفكره معايا؟ فالتحول الرقمي مطلوب في الماجستير والدكتوراه. ده من ناحيه الايه، الحاجات اللي هتلاقي فيها برنامج الوورد اللي احنا بنتكلم عليه دلوقتي. ده كل الكورسات او معظم الكورسات اللي موجوده في السوق. فاهمين الفكره؟ في المراكز، في الابحاث، في المعرفش ايه وهكذا. حد مش معاه لابتوب عايز ينزل يتمرن مثلا على الحاجات دي، فبيضطر ينزل لمركز. انتوا فاهمين الموضوع؟ فيتمرن عندهم على اللابتوب بتاعهم او على الكمبيوتر بتاعهم. فاهمين؟ حد ما بيحبش يذاكر اونلاين فتلاقيه نازل برضه. المهم خلينا في المهم. احنا خلاص كده فهمنا الوورد اللي قدامنا ده، برنامج الوورد بنعمل بيه ايه، سواء رسائل ماجستير، دكتوراه، ابحاث، كتب، مذكرات، دي الحاجات الاساسيه. طب جميل. خطاب، وهنتكلم على الخطاب دوت بعدين. وعرفنا كمان ان الوورد ده موجود الكورسات بتاعته ايه في السوق. كل الوورد داخل في كل الكورسات اللي موجوده قدامك، اللي هي الاي سي دي ال والاي سي 3 والاي سي دي ال تيتشر والموس والتحول الرقمي. وقلنا اهم حاجه فيهم كده كده هاخده، بس خده ساعتها. انت دلوقتي اهتم بانك تتعلم صح علشان تعرف تعمل الحاجات اللي مطلوبه منك. علشان وانت رايح وظيفه يقول لك ايه، مش هيطلب منك شهاده، هيقول لك مثلا هات لي شهاده الاي سي دي ال. كان ايام زمان بتحصل. انت لو شركه دلوقتي قالت لك الكلام دوت، هات لي شهاده اي سي دي ال، اعرف ان هي شركه تحت بير السلم بجد، ما بهزرش. ليه؟ لأن هو دلوقتي بيعتمد على إمكانياتك، بيطلب منك الشهادات الأصلية اللي هي زي البكالوريوس والليسانس. تمام؟ تعرف اللي هو اللي أنت مؤهل عالي. وبعد كده بقى إيه، ما بيفرقش معاه أي شهادات تانية، بس بيفرق معاه أنت بتعرف تعمل الحاجة ديت ولا لأ. فاهمين الموضوع؟
طب جميل، خلينا بقى دلوقتي ايه في برنامج الوورد. ماله برنامج الوورد؟ دخلت على برنامج الوورد اهو، في صعوبة في حاجة؟ انا لسه ما شرحتش، بس هو في حاجة؟ ما فيهوش حاجة. تعالوا بس نتكلم كده عليه على السريع. طبعا كل الكلام ده احنا هنعرفه بالتفصيل ونشرحه بشكل بروفيشنال، ولكن احنا اتفقنا احنا لسه في البداية، فبنفهم الدنيا رايحة فين وجاية منين بلطافة وبلذاذة علشان الدنيا تبقى جميلة. طب جميل قوي، صلوا على النبي. صلوا على النبي، لا ما تزهقش، لا 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 لا، ما حدش يزهق. انت زهقان ايه؟ انت بس صلى على النبي عليه افضل الصلاه والسلام.